طبعا انا كنت جاي النهارده اتكلم كلام مختلف تماما عن الكلام اللي هتكلمه دلوقتي. شكل كمان مختلف تماما عن الشكل اللي انا هتكلم بيه دلوقتي. يعني انا كلامي كان هيبقى موجه على قد ايه النادي الاهلي ده نادي كبير ونادي عظيم، وفي اخر 6 سنين احنا في فاينل الشامبيونز ليج، وفي اخر 6 سنين لو احنا كنا خدنا البطولة السنة دي احنا واخدين البطولة 5 مرات في اخر 6 سنين، وكانت المقدمة رايحة في الاتجاه ده. اما الكلام عن الماتش كان هيبقى يعني نفس الكلام تقريبا، لكن ممكن الصيغة كانت هتبقى مختلفة ازاي؟ اللي هو كان الكلام هتبقى بصيغة عتاب، لانه انت تأهلت الحمد لله، بس ما كانش الاداء كويس. انما دلوقتي لا، خلاص عتاب ليه؟ مستر كولر، انت الصخرة اللي اتحطم عليها احلام 70 مليون اهلاوي. انت مش بس يا مستر كولر كنت السبب في النهاردة ان احنا خرجنا من دوري ابطال افريقيا، لا انت كمان السبب في ضياع الدوري العام، والكلام ده في ظرف اسبوعين بالمناسبة. انت السبب في ضياع الدوري العام، انت السبب في حاجة تاريخية كانت هتحصل النهاردة لأول مرة مع النادي الأهلي، برضو ضاعت بسبب حضرتك وبسبب تصرفات حضرتك.